يا عيل. مالك يا عيل؟ خبطت على صباعي فدخته. ليه كده بس يا بنت الناس؟ ما قلت لك استريحي انت ومالي. لسه بعد ما هيخلص البيبان هيركب الشبابيك. لا يا ابو احمد، هي كتر فلوس عشان ندفع؟ احنا مقاولينه على تركيب البيبان بس. لو طلبنا منه يركب الشبابيك هيطلب باريزه زياده. يا اخويا خلاص احنا خلصنا اهو. يلا يلا ورايا يا حسنى بالمسامير على الشباك التاني. بالراحه بالراحه. حاضر يا اخويا. لوريني. بالراحه يا عيل. مش عايزين مني حاجة تانية يا أبو أحمد؟ ما نتحرمش يا معلم عوض. طيب السلام عليكم. مع السلامه. السلام ورحمه الله وبركاته. فاكرين؟ وادي دارنا اتقفلت علينا اهي. عقبال ما نخلص بقيه الشبابيك. يا اخويا قريب ان شاء الله. احنا ما نقربش بلبن البهايم خالص، نبيعه للمعمل، وكل ما يكمل تمن شباك نركبه على طول. يوه فكرتيني لما اروح احلب البهايم وبعدين اطلع على الغيط. انتوا روحوا واني هبقى احصلكم. هتجيب البهايم هني؟ ايه مش لما نبقى ننقل الاول؟ يا اخويا ما احنا هننقل بكره، انا جبت قفل للزريبي. طيب يلا بقى يلا يا حسني، شيل اخوك يا حبيبتي. سامي بسم الله بسم الله بسم الله. حسبي وش. فوتي قدامي. أختي حسنى بتحكي لي عن الفترة دي. أمي فيها كانت في أواخر حملها وكانت تعبانة، لكن ما كانتش بتقول، وإحساسها بالمسؤولية كان فوق كل الآلام والمشاكل، وكان مخليها بألف راجل. هات احمد بقى عنك يا حسني، احسن امك تشوفك تطين عيشتك. خليه معايا يا خالتي، ما تخافيش. يا حبيبتي انا خايفه عليكي لامك تضربك. تضربني عشان شايل اخويا، بعدين انت شايله انت كمان اهو. معلش هاتي بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا حبيبتي تعالي. مساء الخير عليكم. شنور، انا جعان. كنت فين يا بنت من الصبح وسايبه اخواتك؟ وهي فاضيه لاخواتها؟ امال امي فين؟ وانت يا ست الهوانم مش الدور عليكي النهارده في الطبيخ؟ ييه نسيت والله يا نين. شوفوا لنا بقى نتعشى ايه النهارده، ولما يرجعوا الرجاله من الغيط يشوفوا شغلهم معاكي. انا خلاص زهقت. وانتوا يعني ما كانش في واحده فيكم تقدر تطبخ؟ ما انتوا عارفين اني مشغوله. مشغولة؟ ومشغولة في ايه ان شاء الله؟ يمكن كنت بتبدري في الغيط ولا بتعزقي، ولا يمكن كانت بتسبخ. كل واحده عندها كلمه توفرها على روحها، مانيش ناقصه نقوره. امال ام العيال دي فين يا نين؟ سابتهم ومشيت. مشي؟ ايوه غضبانه، راحت على بيت اهلها. طب والبنت الصغيره دي؟ سابتها لك يا حبيبتي عشان تربيها مع اخواتها هي كمان، بس اياكش الدار الجديدة تقضيهم. قومي يا حسن، هاتي اخواتك يا بت وتعالي ورايا على فوق. سمي يا بنت. شوفي يا اختي البت ماشيه وراها ازاي، يخيبك يا حسني. بس يا لولو، بس يا لولو، الاكل هيجي. انا جعان. حالا يا حبايبي حالا الاكل هيجي. بس يا لولو، بس يا نانا، بس الاكل هيجي. بس يا لولو، بس.
يا ولاد، يلا يا حبايبي، كلوا بالهنا والشفا، شكلكم واقعين من الجوع. يلا يا حسني، كلي يا حبيبتي واكلي اخواتك. كلي يا حبيبتي كلي. يعني ايه مشي وليه مشي؟ بتقول لك مش هترجع الا لما تبني لها دار زي دار عقيلي. ايه ودارها دي؟ أنا عارفة بقى يا نعمان. يا أخي أنت برضه هزقتها كتير قوي علشان خاطر عقيلي. وهو اللي عملته ده قليل ياما؟ ده كان ممكن تقتلها وانت شاهدة. طب داني ما رجعتش عن تأديبها وضربها الا لما عقيلي ترجتني وحلفتني. الله، الولايه دي اتجننت ولا ايه؟ على كل حال يومين ثلاثة برضه والنفوس تهدى وتروح أنت بنفسك ترجع. اني روح لها ليه؟ هو انا كنت غضبتها عشان اصالحها؟ جرى إيه يا نعمان؟ جرى إيه؟ ما هي برضه الولية معذورة، شايفة التانية عمالة تتدلع وكلامها مسموع وبتبني لها دار لوحديها. ياما هي اللي دفع تمن الارض وجزء من تمن المباني، وانا عارف انهم مش طايقين بعضيهم، قلت ابعدهم. معلش يا نعمان، أنت الراجل برضه يومين ثلاثة كده وتروح تصالحها. 3 بالله العظيم ما انا رايح لها ولا سائل عنها. عايزه ترجع زي ما خرجت اهلا وسهلا، مش عايزه في 60 داهيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بنتي يا نجاة، انت نمتي؟ طب شبعتي يا حبيبتي؟ بالهنا والشفي. ليلى كمان شبعت اهي. طب هاتيها هاتيها وكلي انت بقى يا حسنى، انت ما اكلتيش يا حبيبتي. انزلي كلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام يا بحر، اتعشيت؟ لا لسه. طب تعالى خد مني ليلى نايمه جنب احمد. سمي يا اخويا، واني هنايم نجاة واحضر لك العشاء. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا حبيبتي تعالي. هو مفيش عشاء تحت؟ لا محدش طبخ، اهو نقضيها الليله بقى اي حاجه وخلاص. لو عايزني اطبخ لك الطبيخ مش هياخد في ايدي حاجه. لا لا لا، قولي لي بيتزا يا حسني. عاجبك اللي عملته امك يا حسني؟ بقى كده تسيب دارها وتهرب وتسيبكم؟ معلش يا اخويا بكره ترجع، هي بس متضايقه شويه، ولما هننقل دارنا الجديد هترجع باذن الله. ولا ان شاء الله ما رجعت، دي وليه خلاص مخها طاق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين يا نعمان اختي، ما تغلطش في الوليه قدام ولادتي. استنى استنى ما تاكلش إلا لما يجي البيض عشان ما تشبعش. يا ستي. شاطره يا حسني شاطره، هي اللي عملت البيض. علق لكم على الشاي. تعرفي يا بت؟ أنا أعرف أعمل كل حاجة يابا. شاطره يا حسني. علقي على الشاي وحطي لي قلاحي. حاضر يابا. العيال بيحبوك يا عائلة. أنا كمان بحبهم وخصوصي حسني. طب ايه رأيك؟ هنسيبهم كده لوحدهم؟ لا يا نعمان عيب، هنسيبهم لوحديهم ازاي؟ ناخدهم معانا لحد امهم ما ترجع. ربنا يبارك لك يا أصيلة. جرى ايه يا نعمان؟ دول ولادك واخوات احمد. هاتي يا حبيبتي الشاي، تسلم ايديك. هاتي عني. ما عملتلكيش شاي ليه يا حسني؟ أنا ما بحبش الشاي. يا بنت انت بتوفري. لا هي حقيقي ما بتحبش الشاي يا عائلة. البنت نجاة بقى سفخ في شرب الشاي، وعلى شرط يكون سخن مولع. يعني انت ما بتحبيش الشاي حقيقي؟ إيه والله يا خالتي. خلاص بعد الاكل هجيب لك حته هريسه تحلي بيها بقك. شفتي بقى خالتك عائلة بتحبك ازاي؟ وأنا كمان بحبها. سيدي يا سيدي، اخرج انا منها بقى. طيب يا ستي، انت بقى تحضري هدومك انت وهدوم اخواتك عشان هتيجوا معانا بكره. على فين؟ على الدار الجديده يا حسني، تقعدوا معانا انت واخواتك لحد امك ما ترجع. ايه يا حسني؟ مش مبسوطه ليه؟ أصلي ايه يا بنت؟ أنا هقعد هنا مع إخواتي يابا، مانيش رايحة الدار الجديد. ليه يا حسني؟ ما هي الدار التانية دار ابوكي زي هنا بالظبط. ايوه يا خالتي ماني عارفه، بس انا عاوزه اقعد هنا مع اخواتي. ومين اللي هيخلي باله منكم؟ ومين اللي هيطبخ لكم؟ ويراعي البت الصغيره.
اني بعرف اعمل كل حاجه. وهنا وهناك ايه بس يا حسني؟ فهميني يا بنتي، انت مش بتحبي خالتك عائله؟ ايوه بحبها وكل حاجه. امال مش عايزه تيجي معانا هناك ليه؟ عشان لما مامي ترجع تلاقينا هنا مستنظرين. ولا انت عاوزها ما ترجعش خالص؟ انت بتقولي ايه يا بنت؟ وديني لقطه برقبتي. يا نعمان استنى. خلاص يا حبيبتي ما تخافيش، تعالي انت عندك حق، خلاص مش هنمشي الا لما امك ترجع. لا يا خالتي روحي انت نفسك تتنقلي من زمان. يا حبيبتي ما ينفعش، لا ابوكي هيجيله نوم ولا اني كمان. احنا هنقعد معاكوا لحد امك ما ترجع وبعدها نبقى نمشي. ايه يا ولاد، مالكم عمالين تتنقلوا كده ليه على المسي؟ تعالي ياما، تعالي. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ جرى ايه يا نعمان؟ انت ما كنتش عايزني اجي هنا ولا ايه؟ مش قصدي ياما، كنا ننزل لك احنا، السلم عالي عليكي. يا اخويا لا علي ولا حاجه. ها نويتوا خلاص تنقلوا بكره الصبح؟ لا اجلنا يا نين. ليه يا عقيل؟ ده انت كنت مستعجله على النقل. حسني مش عايزه تيجي معانا. هو ده اللي انا كنت خايفه منه. ليه يا بنتي يا حسنى مش عايزه تروحي مع ابوكي؟ اصل يا ستي لو اني رحت مع ابويا اني واخواتي، امي لما ترجع هتقعد مع مين؟ شاطره يا حسنى، شاطره يا بنت. اقعدوا انتوا هنا واني هقعد معاكم وهنام معاكم لحد امكم ما ترجع. وبالطريقه دي حلت نينا وجيده الاشكال. قعدت هي مع اخواتي البنات ونقلت ابويا وامي وانا معاهم طبعا للبيت الجديد. يعني نينا سعدة رجعت لبناتها؟ بعد كام شهر رجاله العيله اتكتروا على ابويا وطلبوا مني ان هو يروح يصالحها، خصوصا انها كانت تعبانه قوي وقاعده في بيت ابوها. بس ما حدش قدر ياثر على ابويا ويخليه يروح لها. اوعى تقول لي نينا عقيلة. بالظبط كده، هي اللي صممت انها تروح لها وتصالحها بنفسها. لساك فاكر يا نعمان؟ يا قسوة قلبك. معلش يا سعدي، والنبي ما حشنا عنك يا اختي الا شديد القوي. عقيلة؟ ايوه عقيلة يا سعدي. سلامتك يا اختي، الف سلامة. يلا بقى شدي حلك امال عشان ترجعي دارك. داري؟ ايوه يا سعدة امال. هي فين داري دي؟ موجودة يا اختي، عندك دارين، دار العيلة القديمة والدار الجديدة. مطرح ما تحبي اهلا وسهلا. دي دار جوزك وولادك، وديك دار جوزك وولادك بردك. العيال بيحبوكي ومتعلقين بيكي قوي يا اختي. ولادي يا سعدي وانت اختي. ايه رأيك؟ الدار الجديدة شرحي ومليانة شمس، مش راشحة زي الدار القديمة. ايه رأيك لو تيجي تقعدي معاني؟ انا هقعد تحت رجليكي هخدمك لحد ما تخفي وتبقي زي الحصان يا اختي ان شاء الله. واتنقلت خالة سعدة والبنات للبيت الجديد، وبعد شهر تقريبا ماتت وخرجت من دارنا اللي كانت جديدة أياميها. وقدام الدار اتنصب أول صوان عزا في المنطقة الجديدة كلها. من يومها استقل البيت الجديد بالعيلة بتاعته عن البيت القديم، وبقت ليه حياته الخاصة ومشاكله. ياه، عظيمة قوي تيتا عقيلة يا بابا. زي ما قلت لك قبل كده، ست من نوع اللي يعمر. كتفها في كتف جوزها زي ما حضرتك قلت لي. أيوه، عشان يصنعوا الحياة لولادهم، واحنا ربنا خلقنا عشان كده، عشان نعمر الكون ونغيره نخليه احسن، مش نقعد نستنى ونتكاسل ونقول نصيبنا هيجيلنا. طب انا احكي لك على حادثه ابويا كان دايما يحكيها لنا لما كبرنا ويتندر عليها. ايه هي؟ في مره من المرات البقره والجاموسه كانوا عشر على الاخر. يعني ايه عشر؟ يعني هيولدوا، واحنا ما كانش عندنا غير البقره والجاموسه لشغل الغيط، ونبيع لبنهم وخلفتهم يصرفوا على البيت. كان معاهم حمار اعرج بننقل بيه السباخ، وابويا بيقضي عليه مشاويره بالعافيه. وسيلة مواصلات يعني. بالظبط كده. وجاء ميعاد حاره الارض
ولازم نحرت عشان ما يروحش علينا الموسم. وبعدين؟ البقرة والجاموسة عشر ما يقدروش يشدوا المحرات، والحمار ما يقدرش، والناس كلها بتحرت عشان الموسم. طيب ما كانش في ماكينات حرث ايامها؟ لا، المهم ابويا ضرب لخمة ما بقاش عارف يعمل ايه، حاول مع الحمار ما نفعش. اكيد نينا عقيلة اقترحت عليه اقتراح عبقري. هو مش اقتراح عبقري، ده اقتراح مجنون. انت مش جاي لك نوم برضو؟ ايوه، مع ان حالي مهدود من كتر اللف. يعني اخواتك ولا ولاد عمامك ما عندهمش بهيمه واحده فاضيه؟ كل بيحرت يا ام احمد، محدش فاضي عن حاله. طب انا عندي حل. ريميني عليه الله يسترك. نحرتها احنا. نحرت ايه؟ حته الارض اللي انت عايز تحرتها. ايوه انا فاهم، بس نحرتها ازاي يعني؟ الدنيا ليل وقمري ومحدش واخد باله، احنا نتعلق في المحراب بدل البهايم. انت بتقولي ايه يا بت؟ انت انصبتي في نافوخك؟ يعني عايز الموسم يروح عليني؟ لا بس يعني ما بسش ولا حاجه. قوم انت بس وانا هجر المحراب. يا وليه انت بترضعي وحيلك مهدود. مالكش صالح. مش احسن ما نقعد كده حاطين ايدينا على خدنا زي الولاية؟ قوم يا اخويا الليل ستار. تعالى واد يا محمود وما احطك جنب اخواتك. طب وده ليه بتنقليه من مطرحه؟ يا اخويا مش يمكن يصحى يبقى جنب اخته؟ العيال يتقلبوا عليه يفعصوه. ايوه عندك حق، انا اخليه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واجيب له البت حسني ونام جاره لحد ما نرجع. ايه؟ والله العظيم انك وليه غريبه فعلا. حسني بنتي يا حسني. قومي يا بنت يا حسني نامي جنب اخوك. انتوا رايحين فين كده؟ رايحين يا اختي نتمشى على الزراعية. اسمعي يا بنت، لو اخوكي صحي من النوم طبطبي عليه واديله البزاز، فاهمي؟ اصحي يا بنت سامعاني؟ قال يا السلاح يا عائلة. حاضر يا نعمة. تعبت يا نعمان؟ لا لسه. طب صحيح عليك النبي لما تتعب تقول لي وانا اجر بدالك. طيب اتقالي انت بس على السلاح عشان يقلب الارض كويس. هتاخد شوك، نفسي اتقطع.
ابويا اصلا الراجل مش بتاع شقه. لما قسموا الارض بعد جدي ما مات طلع نصيبه منها تقريبا فدان وشويه، وكانت ارضه بتجيب اقل محصول في اخواته. لكن بعد ما اتجوز امي وحطت كتفها في كتفه بقت ارضه بترمي احسن محصول في الارض اخواته، وبقى عايش في مستوى اعلى من اخواته. مش معنى كده انه بقى غني، لا، لكن نسبيا حالته بقت احسن. المهم حرسوا الأرض بنفسهم في الليلة دي. حسن اختي بتحكي لي انها قلت قرب الفجر على محمود وهو بيعيط. في الاول افتكرته انا لانها كانت مسؤوله عني في الفتره دي، لكن لقيته محمود، ولقت نفسها نايمه مكان امي. المهم قامت من النوم وخرجت تدور على اصحاب البيت. شافت منظر عمرها ما نسيته، ابويا وامي متعلقين في المحلات. الحمد لله خلصنا. ايوه يا اخوي، خلصنا وخلصنا. انت ليه بس بترجعيني الايام دي؟ غلط؟ لا مش غلط، بس بس ايه؟ مش عارف. الواحد بيفضل طول عمره يجري ويجري، ما بيبقاش عنده وقت يفكر في حياته واعماله ولا يتاملها. انت بتجبريني اني ارجع حياتي واتاملها وافكر فيها. بتهيألي ان ده ما بيحصلش للبني ادم الا ساعه الموت. انا اعتقادي كده، اول واحد ما بيموت بتطلع حياته قدامه كلها زي فيلم سينما، في كل اللي عمله في حياته سواء كان كويس او وحش. ساعتها حاجه من اتنين، يا اما يبقى فرحان وفخور بحياته وباللي عمله في حياته، يا اما يبقى العكس، وساعتها بيتمنى انه يرجع تاني عشان يصلح كل اللي حصل. لكن خلاص الوقت بيبقى عدى. بابا انت متضايق انك بتحكي لي؟ بالعكس، دي فرصة راجع فيها نفسي واشوف شريط حياتي، يمكن اقدر اصلح اخطائي او اكفر عنها بما يبقى الوقت عدى وما ينفعش الندم. لا مؤاخذة يا دكتور. مش يلا بقى، مش يلا. انا تعبت من قلة الاكل، انا حالتي النفسية بقت وحشة قوي. ياه، ده احنا الوقت سرقنا. وانت لسه ما اكلتش؟ اكل ازاي قبل ما تاكلوا؟ انتوا نشفت معدتها يا باشا. وانت مالك ومالنا؟ انت اصلا ما بتقدرش تاكل معانا. انا ما ينفعش اكل معاك يا باشا، حضراتكم انتوا بتاكلوا كده عينات. انا لازم امرمط نفسي دايما كده على الترابيزه، ابقى واقف كده بشترسم قدام الترابيزه. بس انا بقى رحت النهارده بقى واتقصت بقى عند الشريف تحت، لقيته عامل اكله محترمه محترمه، سبيشال كده، سبيشال يا باشا. وايه هي بقى الاكله السبيشال دي؟ اهو يا باشا كل الاكل معايا هنا في جيبي. بص ادي لا دي بتاعت الرجيم يا باشا، خلي بالك دي مالناش دعوه بيها دلوقتي. ودي اهو يا سيدي. لا دي طريقه عمل، طريقه كريم كراميل، خدتها من الشريف تحت، عايز اعملها في البيت. شوف دلوقتي، شوف دلوقتي النهارده ايه، النهارده ايه، النهارده ايه؟ كوسه، لا النهارده الاثنين مزه كده. لا فخده ضاني، فخده ضاني بصينيه بطاطس في الفرن، تاكل صوابع اللي جنبك وراها، يعني مؤاخذه التريم. ايوه بيه، مكتوب هنا كده، مكتوب كده. لا يا عم صابر، روح انت بالهنا والشفا، انا وبابا بناكل مسلوق. مسلوق ايه؟ انا عايز اعرف فعلا بيعملوا ضاني هنا ولا لا. عم صابر يروح يجربهولك. بابا احنا لخبطنا الايام اللي فاتت دي بما فيه الكفايه، نلتزم بقى شويه. خلاص يا سيدي، الاوامر صدرت. روح انت جرب الصينيه دي وتعالى احكي لي. احكي لك ايه يا باشا؟ انا بقول لحضرتك رايح اكل صينيه بطاطس مش فيلم فرنجي. انا هخش على صينيه البطاطس بقى مقص واخدها تحت الترابيزه والخبط نفسي كده يا باشا، اخلي 6 يشيلوني من على الصينيه. انا بقى هبعت لكم طبقين جيمي كده من اللي بيترعشوا ده، انا مش عارف ايه اللي مخوفهم.
يلا بينا احنا ننزل ناكل تحت بقى. متهيألي عشان نعمل شوية رياضة قبل الأكل. لا انا جعان وهاكل الاول. الرياضة الأول. يا جامده انت يا جامده. ما هو الأبهات اللي زي حضرتك كده ما بيجوش إلا بالشدة. يلا بقى اتفضل سعادتك، روح البس التريننج سوت وأنا كمان هلبس وأحصلك. يلا. كده اهو، رقبتك فوق، جسمك ممشوق، ايديكي، احساسك بالحركه. غلط غلط، فكي كده، ايوه انسيابيه، حسيها بالراحه كده. يلا وريني. برافو عليكي، جهاد وجهاد ورضوى. يلا مع بعض، اول ما هتدخل اوفيليا هامينج مع فايبريشن، ايدينا مفروده، نوسع لبعض. يلا برافو. صوت انا مش سامعه حاجه. يلا. غلط غلط، ركزي معايا. يلا كمان وانتوا شغالين مع الموسيقى بقى. الدنيا بقت خلل على الاخر، مش احسن من المذاكره. فين الجمله؟ فين الجمله اللي انت المفروض تقولها؟ ركز شويه، قول فين الجمله. هو احنا عندنا ضيوف النهارده ولا ايه؟ ايوه بيه. ستوب. غلط، 100 مره قلت لك ايدك دي اول مره نعمل بروفا. انت همت، حسها كده اهو. فهمت كده؟ ها، دي تتحفظ صم. احمد، عايزك تكمل بروفا لحد ما ارجع. مستعدين؟ انت ايه اللي جابك بدري النهارده؟ انا ممكن افهم ايه اللي بيحصل هنا بالظبط. اسكت يا ماهر، ما تتصورش انا تعبت قد ايه عشان اقنع اولياء امور التلاميذ ان احنا نعمل تدريبات المسرحيه هنا. هنا؟ امال اصل انا ما عنديش وقت والنص صعب جدا. نص ايه؟ هاملت وميوزيكال. الناس كلها بتقول عليا مجنونه، لكن انا خلاص شايفاه، حاساه بيتحرك قدامي. ايه رايك في المزيكا؟ مالك يا ماهر؟ ممكن تقول لهم يوقفوا السيرك اللي شغال تحت ده؟ مزيكا خلاص بتخلص، خلصت. قولي بقى مالك؟ مفيش. خص عليك، شكلك تعبان. هو انت حاسه بيا خالص؟ كفايه القرف اللي انت نصباه تحت ده. لا الا كده يا ماهر، انت ممكن تختلف مع اللي انا بعمله لكن تسخفه لا. انت شايف انا تعبانه فيه قد ايه؟ سوري. امال احمد فين؟ في اوضته مع الدادا. لا بس قولي بجد، شكلك تعبان قوي، مالك يا حبيبي؟ بكره اول الشهر، مرتبات الناس لازم تدفع، واللوكاندا لازم تخلص، ومصنع الألبان لازم نجدد له المكن بتاعه. واحده واحده على نفسك. هو انت ما معكش فلوس خالص؟ الفلوس اللي معايا ما تكفيش. وافرض جدول الاهم وبعدين اللي اقل اهميه. كل اللي قلت لك عليه ده مهم، ده غير المصروفات الجاريه، لازم يكون في سيوله عشان الامور تمشي. كل الودايع اللي سحبناها من البنوك قربت تخلص. طب انا عندي فكره،
القسط الأخير بتاع مصاريف التلاميذ بيندفع اليومين دول. الحق خده من عمتك منصورة قبل ما توديه البنك. ما لقيتيش غير عمتي منصورة؟ حاول معاها، اضغط عليها. عمتي؟ صعبة دي، مستحيل توافق. حاول، يمكن. ازيك يا عمتي؟ ازيك؟ انت هنا من امتى؟ لسه جاي حالا. طب اتفضل معايا. اتفضلي. اتفضل يا ماهر، اتفضل يا ابني. عطيه، شوف الباشمهندس يشرب ايه؟ لا شكرا يا عمتي، مش عايز اشرب حاجة. شكرا. ها يا ماهر، اظن ما انت جاي تعتذر عن البنت اللعبيه اللي اسمها ريم. لا يا ماهر، غير مسموح بالتأخير أكتر من يوم واحد بدون إذن. والبنت دي غايبة بقالها 5 أيام. بعد كده في رفد، ومفيش قوة في الدنيا هتخليني أرجعها ولا حتى أبوك. اللي ما يقدرش على الانضباط في المدارس بتاعتنا يروح يشوف له مدرسة تانية. استني بس يا عمتي. أنا محضرة جواب أهو وهبعته لكم، فيه تحذير شديد اللهجة، وبعديه على طول جواب فصل. عمتي مش عشان ابوها صاحب المدارس تقوم تغيب براحتها، لا. حضرتك خلصتي؟ لا، انا لا يمكن اسمح بالتسيب في مدرستي ابدا، حتى لو كانت التلميذه دي بنت احمد العربي نفسه. طيب ممكن تسمعيني بقى؟ ما انا سامعاك يا ابني من ساعه ما قعدت، وانا اتكلمت. انت اللي جاي عايزني استثنى اختك من القواعد، وده لا يمكن ابدا. دي امانه في رقبتي. كل الولاد والبنات اللي في مدارس العربي امانه في رقبتي. ايه يا ماهر، وقفت ليه؟ حضرتك مش مدياني اي فرصه اقول لك انا جاي ليه؟ يا ابني ما انت قلت وانا برد عليك. ما قلتش حاجه انا خالص يا عمتي، عايز تعرفي انا جاي ليه ولا امشي؟ الله، طب اقعد يا ماهر، انت هتفضل واقف كده؟ انا مش جاي عشان ريم يا عمتي، ولا هي في دماغي اصلا. يبقى انت لازم جاي عشان ليا. على فكره ليا مراتك من اكفأ مدرسات اللغه اللي عندي. يا عمتي ممكن حضرتك تديني فرصه؟ يكون في علمك الاجازات المرضيه المزوره ما تمشيش عندي، انت فاهم؟ انا ماشي. في ايه يا ماهر؟ انت مالك يا ابني؟ ابوك ازاي؟ لسه فاكره؟ انت حتى ما حاولتيش تطمني عليه او تزوريه من ساعه ما خرج من المستشفى. انا غصب عني، انا في شغلي طول الوقت. الإدارة الحازمة يا ابني لابد لها من التواجد المستمر. وبعدين أنا كنت بطمن عليه من ليا مرة، بنت ممتازة شاطرة. ما تقعد يا بابا، اقعد يا ابني، اقعد يا ماهر. ها، قولي بقى، كنت عاوزني في ايه؟ يا عمتي احنا في ازمه، محتاج لك تقفي معايا فيها. أزمة؟ أزمة إيه؟ خير؟ ازمه سيوله. مش فاهمة. يا عمتي
بابا مش موجود. مش موجود فين يعني؟ مش موجود في البيت ولا في اي مكان احنا نعرفه، اختفى. اختفى؟ بس ليه ما قالتليش حاجه زي دي؟ ما احنا معتبرينه سر، محدش يعرفه. يعني ايه اختفى يا ولد؟ هو عيل وهيختفي؟ ما هو بعد الازمه اللي حصلت له وقبل خروجه من المستشفى اختفى. غريب. بس ليه قالت لي ان هو في فتره النقاهه؟ ما هو اثناء فتره النقاهه دي ومن غير ما نحس خد ريم واختفى خالص. ريم؟ يبقى هي البنت دي اللي ورا الحكايه. اسمع يا ماهر، البنت دي مش هتدخل المدرسه الا اذا قدمت لها اسباب واضحه لتغيبها، ومش هقبل اي تزوير. عمتي ابوس ايدك اسمعيني لحظه واحده، انا ما تفرقش معايا وجود ريم ده خالص. انا اللي يفرق معايا اختفاء ابويا، قلبنا عليه الدنيا ومش لاقيينه. يكون جراله حاجه لا قدر الله. لا احنا اطمنا انه كويس، بس هو اختفى ومش سايب وراه اي اثر. ومعاه البنت ريم. يكون في علمك ده مش هيمنع ابدا انها تترفد لو عدت المده المقرره. الاداره في مدارس العربي المتمثله في شخصي انا لابد ان تكون حازمه صارمه. ارفديها يا عمتي، اشنويها، اعملي فيها اللي انت عايزاه. يا عمتي انا دلوقتي ايدي متكتفه، مش هقدر اقف اتفرج على المركب وهي بتغرق. مفيش حد يقدر ينقذني من الحكايه دي غير حضرتك. مركب ايه يا ابني اللي هتغرق؟ وانا اقدر اساعدك ازاي؟ هو انت مدياني فرصه اتكلم يا عمتي؟ طب خلاص قول. انا احب اساعد بس في حدود اللوائح والتعليمات. انا محتاج فلوس. يا حبيبي من عينيا، مش تقول كده من الاول. انا مش محتاج فلوس ليه يا عمتي، انا محتاج فلوس للشغل. انت عايز ايه بالظبط؟ اتكلم بوضوح. انا عرفت ان القسط التاني بتاع المصاريف اليومين دول. وبعدين؟ قول يعني يا عمتي لو تديني القسط ده امشي بيه اموري لغايه بابا ما يظهر. قسط ايه؟ قسط مصروفات مدارس العربي. خلصت كلامك؟ ايوه. انا اسفه. ليه بس يا عمتي؟ الفلوس دي فلوس المدارس، بيتصرف منها على المدارس. اخر السنه يجي صاحبها يسحب من ارباحها ويصرف بالاصول وقوانين مجلس الاداره. بس احنا في ظرف طارئ يا عمتي. مساله ما تهمنيش، ما تخصنيش. طيب انا حاولت اقول لحضرتك قبل ما اخد قراري. قرار ايه يا ولد اللي انت هتاخده؟ قرار بيع مدارس العربي للغات. انت بتقول ايه يا ولد؟ انا مفيش قدامي غير كده. كل مصادر التمويل اللي عندي واقفه، مفيش حل. وبعدين في مستثمرين عارضين عليا انهم يشتروها. اكيد اصحاب مدارس القرص الذهبي دول هيموتوا مننا. ايوه هم دول، وفي غيرهم كمان. بس انت مش هتقدر تبيع وابوك مش موجود، ومن غير راي مجلس الاداره. مجلس الاداره في ايدينا وانا هبيع بعقد ابتدائي. وبيتهيألي بابا لما يرجع ويشوف اللي انا عملته ده هيشكرني. حتى لو ما عجبوش تصرفي ده اهو هيبقى قدام الامر الواقع، وساعتها يتصرف هو بقى. انا مفيش قدامي حل تاني غير ده يا عمتو. سلام. ماهر. يا فندم. ثانيه واحده.